4-12. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من حديث الشعب. سنتحدث في هذه الحلقة عن مجمل التطورات الميدانية، وسيكون معنا في الاستوديو الشيخ المحلل الاستراتيجي والخبير العسكري العميد المتقاعد عودة السوالقة. أهلا ومرحبا بكم. أهلا بك يا أخي. حياكم الله يا سيدي. يعني بداية نتحدث عن الجيش الحر الذي أمهل الأسد حتى ظهر الغد لتطبيق خطة عنان. ما هي تداعيات هذه المهلة؟ بمعنى هل من الممكن أن يقوم الجيش الحر باستهداف واضح لمراكز هذا النظام؟ شكرا على هذا السؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين. أما بعد، الرحمة لشهداء سوريا الأبرار، والشفاء لجرحى الحرية، والنصر للثورة السورية. أما بعد، فما كان الجيش السوري الحر أن يعطي هذه المهلة لبلد فيها من الطائرات والدبابات والجيش النظامي بتعداده بمئات الألوف، إلا دلالة على أن هذا الجيش الحر أصبح قوة على الأرض يحسب لها حساب، وقادر على الوقوف في وجه عصابات الأسد، وقادرة أن تؤثر بعملياتها تأثيرا يقض مضاجع الطغاة في سوريا ويوقع فيهم الخسائر، وقادر على الوصول إلى قياداتهم. وهذا الإمهال هو دليل الثقة من الجيش السوري الحر بنفسه، وعلى أنه قادر أن يعمل، وأن يعمل في وضح النهار وتحت الشمس، وهو عمل بثبات وجرأة وعمليات كبيرة وحرية، وقادر على أن يرد الصاع صاعين كما يقال. وهذا إذا ثبت بعد هذا الإنذار أن يوجه هذه العمليات وأن يكمل إنذاره فعليا، وكما نحلل وكما نعتقد سيتغير النظرة في العالم لهذا الجيش، وسيتغير نظرة من حول بشار. نعم، يعني أنت كمراقب ومحلل وخبير استراتيجي، هل تعتقد بأنه فعلا هناك تطور في عمليات الجيش الحر؟ كان هناك استهداف لخلية الأزمة، هناك تصفية، عمليات تصفية لبعض القادة من هذا النظام؟ شكرا. أنا أجريت لقاءات متعددة في هذه المحطة الطيبة التي إن شاء الله نحتسب كل عملها لله خالصا لوجه الله، لنصرة الشعب السوري الشقيق المغلوب على أمره، المستضعف من قبل الطغاة. نرجو أن يكونوا هم القوة وليس المستضعفون وليس المستضعفون. الجيش السوري الحر تنامى، وقد أنا نوهت بأنه مع نهاية شهر 5 في التحليل وصلت إلى أنه مع نهاية شهر 5 سيكون لهذا الجيش مستجدات تؤثر على الوضع داخل سوريا والوضع الإقليمي والوضع الدولي. أما في داخل سوريا فالجيش السوري الحر أصبح قوة رئيسية في معركة التحرير ومعركة الحرية، أصبح قوة رئيسية أقوى من المجلس الوطني السوري، وأصبح له
يد بزمام الأمور، يمسك بزمام الأمور. استولى وحرر بعض المناطق السورية، مما أمن له حرية الحركة واستخدام الأسلحة والمناورة والتجنيد، مما يسر له وصول المنشقين وحمايتهم وتزايد عددهم، فنمى الجيش بسرعة، مما أدى إلى توسع عملياته وإلى تنوع عملياته وإلى ضخامة هذه العمليات وإلى تنوع هذه العمليات، بحيث أصبحت تصل إلى خلية إدارة الأزمة. الخلية لإدارة الأزمة هاي خلية عليها أكيد عليها أطواق من الحماية. نعم. ويجب أن يكون محلها في قيادة مجهول ومؤمن عليها كاميرات ومع ذلك وصلوا لها. وأنا أتحدى الطغاة في سوريا أن يعلنوا قتلاهم، أن يعلنوا قتلاهم، واللي قالوا عنهم أنهم أحياء وهم بين جريح وقتيل يظهروهم على التلفزيون السوري، خلي الناس يشوفوهم إذا كان بيان الجيش الحر مو صحيح. ثم التطور النوعي في العمليات السورية، في العمليات الجيش الحر السوري، أنه أصبح يواجه الدبابات، مما حدا بهم أن يخوضوا معركة مع الدبابات في حماة وفي حلب، واستولوا على 5 دبابات. عندما تقول 5، هذا كان فقط في الأمس، يعني بالأمس فقط 5 دبابات في الأيام الماضية، غير العملية اللي مستمرة الآن على مدينة الأتارب في حلب. وأنا بعرف عمليات لم تذاع أنه كان فيها تدمير لبعض الآليات واستيلاء على الآليات، لكن بعد ما تخلص ذخيرتها لم يجدوا لها ذخيرة فيدمروها بعد أن تقتل أعدادها ويقاتلوا، يستولوا عليها. الجيش السوري الحر فيه من الكفاءات المنوعة، لأنه هو من كل عناصر الجيش السوري التقليدي، فكانوا يستخدموها، ثم بعد ما يخلصوا منها ما لها ذخيرة تصبح كوم من الحديد، فيكون تدميرها أفضل حتى ما يستولي عليها الجيش السوري التقليدي. نعم. الجيش السوري الحر أصبح يأسر، يأخذ أسرة وله محاكمه وله سجونه. إذن احتل أرض واستولى على الأرض وحمى هذه الأرض، وأصبحت جزء من جمهورية سوريا المستقبلية، هذه الأرض المحررة. الجيش السوري الحر ماذا يعني أن يستولي على 5 دبابات صالحة؟ أولا أن المقاتل السوري التابع للنظام فقد ثقته بالنظام وبالمبادئ التي يقاتل عليها، أو لم يبقى له أصلا مبادئ تدفعه للقتال. نعم. هذا يعني الدبابات الصالحة عندما يستولي عليها ويفر الجنود منها لم يبقى لديهم أي دافع للقتال. هذا يعني زيادة في الانشقاق. نعم. ولذلك الجيش السوري الحر الآن بنموه السريع بالكم والنوع والانتشار السريع والضخم والمعارك الضخمة اللي قاعد يعملها هو عامل مساعد للمنشقين. فلذلك أنا أنادي وأقول للجيش السوري التقليدي القديم: الآن آن الأوان أن تنشقوا وتلتحقوا بصفوف جيش سوريا الحر. لقد وفر لكم الحماية، وقد وفر لكم المكان والإمداد والتجهيزات والأمن، والآن كل من ينشق سيجد ضالته في أن يأخذ الثأر لأهله من بشار وطغمته. نعم. سيد عودة، نلاحظ الآن قيام هذا النظام بمرحلة جديدة، هي استخدام الطائرات الأسدية في قصف المدن، بعض المدن في إدلب، في حلب، في حماة. هل يعني ذلك بأن جيش النظام أو الجيش الأسدي لم يعد يسيطر على تلك المناطق، وأن الحل الوحيد لهذا الجيش هو القصف من الطائرات؟ الطيران ما زال في قوة أرضية عاملة ومتبحبحة ومتنغنغة بالقتال، وقتال مريح، ما في داعي لاستخدام الطيران. الطيران مكلف. نعم. مكلف، ذخيرته مكلفة، طلعته مكلفة، تشغيله مكلف، وخاصة في عملية في بلده. إشي مخزي أنه يطلع طيرانه ويقصف أرحامه وأهله. هذا عار، هذا سيتحدث عنه التاريخ، أنه هذا الرجل وصل إلى أقصى درجة وأبعد مدى في الحقد على شعبه، ثم هذا نابع عن شعوره بأنه بدأت نهايته من زمان.